ليه هشتغل جنب الدراسة أصلا؟ مش هتعرف إن أنت تنجح في حاجة من الاتنين. إيه أنواع الشغل المتاح اللي ممكن أبدأ بيه؟ بس السؤال دلوقتي إزاي هتبني قيمتك وإزاي تنظم وقتك وإزاي تبدأ تمشي في الموضوع ده صح؟ إزيك يا صاحبي؟ عامل إيه؟ عايز تشتغل وأنت بتدرس ومش عارف تبدأ إزاي ومش عارف تعمل إيه بالظبط وخايف إن الموضوع يجي على دراستك؟ كمل الفيديو ده للآخر وهيفيدك بشكل كبير جدا. بص، قبل ما نتكلم في شغل أو في أي حاجة تعالى كده أفهمك الموضوع بيمشي إزاي. دلوقتي إحنا عندنا الناس مختلفين بحسب قيمة كل واحد والحاجة اللي هو بيعرف يعملها. يعني لو مثلا شخص ما عندوش أي قيمة أو ما عندوش أي علم بحاجة معينة بيعرف يعملها أو مهارة معينة بيعرف يتقنها، ففي الحالة دي بيلجأ للشغل البدني اللي أي حد يقدر يعمله، اللي هو مش محتاج قيمة أو مهارة معينة، زي شغل مثلا إنه يشتغل عامل أو يشتغل في أي مكان سوبر ماركت مثلا أو في أي مكان اللي هو الشغل العادي اللي بيكون على ارض الواقع. في حال ان الشخص ده بدا ان هو يبني قيمه لنفسه وبدا ان هو يتعلم مهاره معينه، مش كتير بيعرفوا يعملوا المهاره دي، سواء مثلا المهاره او المهنه اللي هو بيتعلمها دي ليها علاقه بمجال دراسته او ملهاش علاقه بمجال دراسته. في مهارات كتير ملهاش علاقه بالدراسه وكده، وفي مهارات برضه ممكن الناس تدرسها في الكليه. مثال بسيط على الحاجات دي زي الهندسه والطب وكل التخصصات دي اللي هي ليها علاقه بايه؟ بالدراسه في الكليه. لازم عشان تعرف تشتغل في مجال من المجالات دي وتبني قيمه كويسه تقدر ان انت تاخد عليها فلوس، لازم تقضي سنين دراسه معينه في الكليه وتبدا ان انت تتدرب وتبدا ان انت تشتغل. فده برضه بيوضح مفهوم القيمه بشكل ما. طيب دلوقتي انت مثلا في دراستك بتدرس اي مجال، سواء كان ليه شغل بعد التخرج او ملهوش شغل، وعايز تبدا ان انت تشتغل جنب الدراسه، تعمل ايه؟ قدامك حاجه من اتنين، ان انت تبدا تشتغل شغل عادي اللي هو الشغل البدني، والشغل ده هيفيدك وهيبني عندك جزء من القيمه، بس مش في الحته التقنيه ولكن في المهارات العامه، زي تحسين مهارات التواصل عندك وان انت تعرف تتعامل مع الناس بشكل كويس وان انت تفهم الدنيا ماشيه ازاي في سوق العمل وكل الحاجات دي، فبتستفيد فايده كبيره جدا. وفي نوع تاني من الشغل اللي هو بيكون معتمد على الشغل الاونلاين او بشكل ديجيتال اللي هو العمل عن بعد والفريلانسنج، فدي برضو نوع من انواع الشغل، ولكن معظم الشغلانات دي او شغل كتير منهم بيبقى معتمد على الشغل من البيت، فده مش بيكون احسن حاجه علشان تنمي مهاراتك الحياتيه. ففي الفيديو ده بقى هقول لك الحكايه كلها من الاول وخطه كده تقدر تمشي عليها بحيث ان انت تعرف تتصرف ازاي في الموضوع ده وتعمل ايه بالظبط. وعلشان الفيديو يكون كويس ومفيد اكتر بالنسبه لك، فاحنا هنخلي كل حاجه بنتكلم فيها على شكل سؤال كده وهنبدا نجاوب عليه مع بعض. اول سؤال معانا، ليه هشتغل جنب الدراسه اصلا؟ علشان اجاوبك على السؤال ده هقول لك انت بعد ما تخلص دراستك هتبدا ان انت تنزل سوق العمل، يعني هتتعامل مع الناس وهتشتغل وهتعمل شغل كتير، وبما ان احنا متفقين على ان فيه قيمه هتكتسبها من الشغل سواء في ارض الواقع او بشكل ديجيتال او حتى وانت بتطور من مهاراتك علشان تعرف تلاقي شغل كويس، فكل الحاجات دي هتعلمك مهارات مهمه جدا جدا مش هتتعلمها من مجرد القعده والمذاكره بس او الدح بس. حتى لو انت ركزت خلال فتره الدراسه على الدراسه بس وقضيت باقي الوقت اللي هو بيكون وقت فاضي كده كده في الترفيه والحاجات دي، مش هتستفيد زي شخص تاني بيبدا ان هو يدي الدراسه حقها وفي الوقت الفاضي بتاعه صحيح بيرفه عن نفسه ولكن بشكل اقل، والوقت التاني بيديه للشغل، فانت مش هتكون متساوي معاه. الشخص التاني هيطلع عنده مهارات اكتر منك لان هو نزل وعرف الدنيا بتمشي ازاي وعرف سوق العمل واكتسب مهارات مهمه جدا جدا علشان ينجح في اي شغلانه، وكمان كون جزء من الخبره هيبدا يفيده في التقديم على اي شغل، على عكس واحد تاني قضى سنين الدراسه بتاعته في الدراسه بس وحاجات تانيه زي الترفيه وكده، حاجات انشطه ترفيهيه يعني مش مهمه او مش بيكتسب منها مهارات كتير، فهيطلع ان هو يشتغل مش هيكون عنده نفس الكفاءه او نفس المهارات اللي عند شخص تاني اشتغل على نفسه خلال سنين الدراسه. فمن هنا بتيجي اهميه الشغل جنب الدراسه، ان هي بتطور من مهاراتك وفي نفس الوقت بتتعلم حاجه مهمه جدا جدا وهي تنظيم وقتك، لان انت لو ما نظمتش وقتك كويس علشان تعرف تشتغل وتدرس في نفس الوقت وتطور من مهاراتك كمان، مش هتعرف ان انت تنجح في حاجه من الاتنين. يعني هنا علشان تشتغل جنب دراستك بشكل كويس لازم تعرف ازاي تدير وقتك صح، علشان تعرف ان انت امتى تذاكر، امتى تشتغل، امتى ان انت ترفه عن نفسك وتفصل وتاخد اجازه. فهنا دي برضو من الحاجات المهمه جدا جدا اللي بتتعلمها من الشغل جنب الدراسه. ونيجي للسؤال اللي بعده، هل كل الناس تقدر تشتغل جنب الدراسه؟ الموضوع ده متوقف على حاجتين، على مجال دراستك اولا وهدفك ايه من الكليه او من الدراسه بتاعتك. لو هدفك ان انت ترتب وتطلع الاول على الدفعه وتحافظ على الموضوع ده، فموضوع الشغل صحيح مش هيكون مهم قوي بالنسبه لك، ممكن تعمل شغل خفيف كده تشارك في بعض الحاجات بحيث انت تنمي مهاراتك شويه، ولكن مش هتعرف تدي وقت كبير قوي زي حد تاني هدفه مثلا ان هو يعدي بنجاح مثلا ولكن ما يرتبش وكده. مين يقدر يشتغل جنب الدراسه؟ اي حد مش في ثانويه عامه، لانك لو في ثانويه عامه ما ينفعش ان انت تشتغل جنب الدراسه لان ده
ممكن يضيعك حرفيا، ودي سنه مصيريه ومهمه جدا. فلو انت ثانويه عامه فالفيديو ده مش هيفيدك دلوقتي، هيفيدك بعد ما تخلص امتحانات. اول ما تخلص امتحانات وتاخد الاجازه كده ارجع للفيديو ده تاني، هيفيدك جدا. فاللي يقدر يشتغل جنب الدراسه فعلا هو اللي عايز ان هو يكمل فعلا في الدراسه وينجح دراسيا، مش شرط ان هو يرتب على الدفعه، وفي نفس الوقت عايز ان هو يكتسب مهارات جديده. ففي الحاله دي يقدر ان هو يشتغل جنب الدراسه. طيب دلوقتي انت خلاص اقتنعت وعايز انت تبدا شغل جنب الدراسه، وبتسال دلوقتي ايه انواع الشغل المتاح اللي ممكن ابدا بيها. في الحاله دي هقول لك تعالى كده نتكلم ونرجع لحته القيمه تاني. الموضوع متوقف على حسب القيمه او المهاره اللي عندك. لو انت لسه بادئ وحاسس ان مهاراتك الحياتيه مش احسن حاجه وعايز انت تطور مهاراتك الحياتيه، ففي الحاله دي هتلجا ان انت تنزل شغل تقليدي بحيث انت تكتسب المهارات دي وتطور من مهاراتك بشكل كويس، وبعدها هتبدا ان انت تشتغل في بناء قيمه. وهنا دي حته مهمه جدا. هتبدا تختار مجال من المجالات اللي فيها شغل زي مثلا الشغل اونلاين وكده، وهتبدا ان انت تطور وتبني قيمتك في المجال ده. على سبيل المثال البرمجه او التسويق او الاساسيات بتاعه الكمبيوتر والشغل اونلاين عموما. والحاجات دي هنتكلم عنها في فيديوهات جايه، فتاكد انك عامل سبسكرايب في القناه. بس السؤال دلوقتي ازاي هتبني قيمتك وازاي تنظم وقتك وازاي تبدا تمشي في الموضوع ده صح. تعالى كده اول حاجه نتفق عليها هي تحديد وترتيب الاولويات. لازم قبل ما تبدا ان انت تاخد الخطوه دي ترتب اولوياتك بشكل كويس، ويكون عندك اهداف محدده بتشتغل عليها، زي مثلا ايه هدفك من الدراسه وايه هدفك من الشغل جنب الدراسه وكل الاهداف دي، وتبدا ترتب اولوياتك بشكل كويس علشان تعرف توزع وقتك ما بينهم صح. الاولويه الاهم هي اللي هيكون ليها الوقت الاكتر، والحاجة اللي هي المهم تخلص الأول وبعد كده نشوف الحاجات التانية. وطبعا أهم أولوية هي الدراسة في الوقت الحالي بما أنك طالب وكده ولسه بتدرس. فهنا هتبدأ أن أنت ترتب أولوياتك بناء على الكلام ده. هتخلي الوقت الأهم أو أول حاجة بتعملها هي الدراسة، إنك بتخلص اللي وراك سواء في المدرسة أو في الكلية مثلا، تخلص المذاكرة اللي وراك وبعد كده بيبقى عندك وقت فاضي. الوقت الفاضي ده هتبدأ ان انت تحدد فيه وقت ثابت يوميا تتعلم فيه مهارة جديدة وتبدأ تطور من نفسك في المهارة دي. تعال ناخد مثال على مهارة الفيديو اديتنج او المونتاج. وليكن انت بدأت تتعلم في مهارة المونتاج دي وقعدت شهر مثلا كل يوم بتتعلم لمدة ساعة عن المونتاج، وبتعرف ازاي تمنتج مثلا الفيديوهات، هتبقى عندك خبرة بسيطة في المونتاج. هتبدأ تعمل ايه بعدها علشان تنتقل للمرحلة التانية؟ هنا في حاجة اسمها الأنشطة الطلابية او الشغل اللي من غير مقابل، ان انت الشغل التطوعي. بتبدأ تشوف أنشطة طلابية تبدأ ان انت تشارك فيها بالمهارة اللي انت اتعلمتها دي، بحيث ان انت تحط نفسك في بيئة الشغل الحقيقية وتطلب منك تاسكات حقيقية، وتبدأ ان انت تطور من المهارة اللي انت بدأت فيها. فتبدأ ان انت تتعلم اكتر فيه، وكمان تبني شغل تقدر تعرضه على الناس بعد كده. ازاي ابدأ في الشغل الاونلاين؟ لو انت بدأت مثلا في مجال المونتاج او اي مجال تاني وبدأت ان انت تطور من نفسك في المجال ده وتعلمت وحددت وقت معين كل يوم تتعلم فيه، وطبعا لو عايز تعرف تتعلم منين ممكن تستخدم اليوتيوب او كورسات مدفوعة مع اي حد، وتقدر ان انت تبدأ في المجال ده تتعلم فيه وتبدا بقى تشتغل. طب لو ما عرفتش تدخل في اي انشطه طلابيه او ما لقيتش حاجه مناسبه، ابدا دور على شغل مع نفسك، ادخل على السوشيال ميديا على الجروبات اللي ليها علاقه بمجال الشغل ده، وشوف ايه انواع الحاجات اللي بتتنفذ، وطبق كده واحده واحده مع نفسك، ومع الوقت هتلاقي قيمتك زادت في المجال ده، وبالتالي هتلاقي ان فيه طلب عليك وناس عايزينك تنفذ لهم شغل. بس هنا يوصل لك ازاي؟ في الحاله دي طبعا انت هتبقى اتعلمت ازاي انت تشتغل اونلاين، وطبعا من الجروبات والحاجات دي وعندك شغل اصلا، فبالتالي اللي هيجي يطلب منك شغل او انت بقى تبدا تدور على شغل بقى، تبدا تعرض شغلك اكتر على السوشيال ميديا اكتر، وتعرف الناس حواليك ان انت بتعرف تعمل المهاره دي، بحيث ان انت تبين القيمه اللي انت بنيتها، وبالتالي الناس تبدا تطلبها منك. بس السؤال المهم دلوقتي ايه هي المجالات المختلفه اللي تقدر تبني بيها القيمه دي، وايه المجالات اللي تعرف تشتغل بيها اونلاين؟ كل الكلام ده واكتر هنتكلم فيه في الفيديو الجاي عن ازاي تشتغل اونلاين. فاتاكد انك عامل سبسكرايب في القناه، واشوفك على خير الفيديو الجاي.